مساء الحب والتفاؤل والطاقة الإيجابية. أنا اسمي لطيف سامح، باخد كورس تنمية بشرية، بحب الحياة، متفائل مقبل على الحياة. بعمل الفيديو ده عشان والد البنت اللي أنا بحبها طلب إنه يتعرف عليا، فأنا بستخدم التكنولوجيا في حاجة صح، فقررت أعمل الفيديو ده وأبعته له. أول سؤال هيسأله لي عمي، هيقول لي أنا شغال إيه؟ الحقيقة أنا شغال على نفسي، يعني بشتغل على نفسي فترتين. بشتغل على نفسي الصبح، بعد كده ارجع اريح شويه، بعد كده بقوم تاني ارجع اشتغل على نفسي بعد الظهر. يعني ايه بشتغل على نفسي؟ يعني بنمي مهاراتي، بطور قدراتي، بزود دايره معارفي، بتعرف على عوالم جديده، بكتشف ذاتي وبكتشف نفسي، وبحط ايدي على مواهبي الحقيقيه، باخد كورسات، بتعلم لغات، بصدر طاقة إيجابية للعالم وللأعزاء والأحباب. طيب، هل بالطاقة الإيجابية يا عمي أقدر أأكل بنتك وأشربها ولبسها؟ الإجابة نعم. قانون الجذب بيقول لك إيه؟ قانون الجذب بيقول لك إنه لو أنا متجوز بنتك وقاعدين معناش فلوس، ظروفنا وحشة وقاعدين مكتئبين وبنقول اللحمة ب90 جنيه، الزيت والسكر غالي ومكشرين قوي وعاملين كده مخنوقين، قانون الجذب يقول لك ايه؟ فعلا مش هتقضي احتياجاتك اخر الشهر، وهتفشل في حياتك، وهتطلق يا تتخلع. طيب نفس الظروف، انا وبنتك متجوزين بنفس الفقر، بنفس كل التفاصيل، بس مبتسمين للحياه ومصدرين طاقه ايجابيه. اللحمه بتغلى ومش في دماغي، انا مبتسم للحياه، كل حاجه ماليش دعوه، انا عاوز اهو بصدر طاقه ايجابيه. طب ما فيش شغل ولا في دماغي، بصدر طاقه ايجابيه ومبتسم وايدي في ايد مراتي ومصدرين طاقه ايجابيه للحياه. قانون الجذب بيقول لك ايه؟ قانون الجذب بيقول لك فعلا هيجي واحد يخبط على بابك تك 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 ويقول لك خد فلوس لانك عملت عمل فلاني، او لانك انا محتاجك في عمل معين انت بتجيده. طيب نيجي بعد كده للشبكة. يعني ايه شبكة؟ الشبكة هدية العريس للعروسة. الهدية عمرها ما كان بمعناها المادي المعروف، ولكن بمعناها المعنوي. عشان كده انا مش هجيب دهب لانه غالي فشخ، انا هجيب قلادة الطاقة الايجابية، اشياء بتعمل هالة وجاذبية وانجذاب وتفاؤل واقبال على الحياة ومحبة ومعزة. طب الفرح مكلف جدا، مفيش فرح. طب دي جي مكلف جدا، مفيش دي جي. طب نفرح ازاي؟ نفرح بنفسنا، نروح جنينة في الفرح ونقول ونغني فرتكة فرتاكة على الحب وعلى الدرباكة، فرتكة فرتاكة على الحب وعلى الدرباكة، وممكن نرقص رقص راقي جميل. نعمل كده يعني يبقى في حياة جميلة بينا وبنصدر طاقة إيجابية. حتى وانت بترقص اوعى ترقص وانت عامل كده، لا ارقص وانت فرتكة فرتاكة، يعني عيش اللحظة وصدر طاقة إيجابية للجميع. نيجي لآخر حاجة اللي هي الشقة. الشقة مفيش أي منها مشاكل. ليه؟ لأن الشقة موجودة عندك يا عمي. الله أنا راشق معاك. ليه؟ أنا لو خدت بنتك وقعدنا في شقة لوحدنا هننزوي ونتقهقر وننفصل وننطوي. لا، أنا هعيش معاك يا عمي عشان أبقى جزء من الكل، وأحقق مبدأ المشاركة وروح الجماعة. أشارك في مؤسسة كبيرة اسمها العيلة والأسرة، اللي هي أصلا جزء كبير من مؤسسة كبيرة اللي هي الوطن، اللي هي مصر. مصر 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 مصر. اشتغل على نفسك،